السيدة المفتشة العامة للشؤون التربوية تفضلي. الفائزة بالجائزة الأولى فائزة نعم الفائزة بالجائزة الأولى لتحدي القراءة العربي التلميذة خديجة بومليك إعدادية سطاح. جهة مراكش آسفي، هنيئا لك. ألف مبروك خديجة بومليك من إعدادية طلوح مراكش آسفي، صف السابع كما ترون. تفضلوا. ألف مبروك خديجة، ألف مبروك. إيه تحت هذه المرة الزغاريد تنوب عن التصفيقات. خديجة شو يعني ألف مبروك. بغيت نخبركم فينا بلاصة نطلع فيها. بالمناسبة هي من طلوح تمللت من العالم القروي، يعني ماشي مراكش المدينة. ألف مبروك. الآن باش نشرح لكم شنو رسميا خديجة بومليك هي الممثلة الرسمية للمملكة المغربية في المسابقة. وكل هاد الأصدقاء الآخرين سيرافقونها وغيكونوا معها في الإمارات العربية المتحدة. أنا اسمحوا لي أنا بغيت نتصور معها رجاء. نتصور معك يا خديجة. ألف مبروك. ألف مبروك خديجة. إذا إلا سمحتوا الله يخليكم، بغينا تبقى معنا خديجة وبغينا الفائزين العشرة كلهم يلتحقوا بنا، ويلتحقوا بنا أيضا الفائزين 3 ديال ذوي الهمم باش نديروا صورة جماعية لمتوجي هذه الدورة من تحدي القراءة في طبعته المغربية.